تداول ناشطون على الإنترنت صورا للفنان المصري محمد فؤاد برفقة ابنته، وخطفت ابنة محمد فؤاد الأنظار في حفل زفاف شقيقها عبد الرحمن الذي أقيم مساء أمس. وظهرت ابنة محمد فؤاد بالصور وهي تقبل والدها وترقص معه خلال حفل الزفاف. وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بجمال وإطلالة ابنة محمد فؤاد، كما تمنوا لعبد الرحمن السعادة. يذكر أن محمد فؤاد أحيا آخر حفل له في لبنان بمناسبة عيد الحب، والتي شهدت صدى واسع على موقع التواصل الاجتماعي. آخر أعمال محمد فؤاد في السينما فيلم غاوي حب، والذي عرض في عام 2005، وشاركوا بالبطولة فيه حلا شيحة ورامز جلال. شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها انستجرام صور جديدة تجمعها بنجلها آدم، ظهرت خلالها ترتدي اللباس التقليدي المغربي، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وعلقوا تامر الصغنن إنها الأم المغربية يا سادة، صورة دافئة جدا وحنينة، ما شاء الله تبارك الرحمن، أحسن أم في الدنيا. وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل الماضي من خلال منشور عبر حسابها انستجرام، وقالت حينها: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، ربنا يكتب لك ويكتب لك كل الخير، أمين يا رب.